فما تقارنيليش التامل والخيال بالخزعبلات اللي بتحصل دلوقتي. مش هتلاقي عندي ولا جلسه استرخاء ولا تامل الا لما فيها ايات من القران. والله جايه لي عشان خوف، هتلاقي الايات كلها بتتكلم عن الامان والاطمئنان. والله جايه لي عندك علاقه زوجيه، هتلاقي الايات كلها بتتكلم عن الود والرحمه. والله جايه لي عندك وساوس، هتلاقي حاجه تهدي افكارك تمام. طب جايه لي عشان رسم اهداف، انسي انك تحققي هدف انت مش شايفاه. والله العظيم ويشهد عليا ربنا، انا من اليوم اللي انا بقيت ارسم اهدافي بالطريقه دي واغمض عينيا واعيش الحاله كانها حصلت بالظبط، انا واثقه في ربنا واشوف هدفي. ايه العيب في كده ولا ايه الحرام في كده؟ الحرام والعيب بقى واللي ما ينفعش ان انا ما اخشش في الخيال وابعد عن ربنا واروح اقول اصل انا داخله في بعد مش عارفه ايه، وبعد ايه، والبعد ده فيه ايه، وهتقابلي كائنات ايه، واسمحي بالكائنات انها تخش. كائنات مين يا هبل؟ هي اللعبه في الحته دي بس، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا من كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. زي ما للتامل جوانب ايجابيه جدا جدا جدا، في جانب سلبي. طب الجانب السلبي ده بيجي لي منين؟ ما انت اللي سامحه بالسلبي. انا مقتنعه ان مفيش قران يتحط في تامل ويطغي عليه اي تامل. القران يطفو اي حاجه، يطفيها فورا. مثلا انا اسماء باجي اعمل مديتيشن، انا اولا ما بحطش في ودني اي حاجه لحد. ما تحطيش تامل لبني ادم في الكون، مفيش حد يبقى له سلطه عليا.